اخيرا في كوالالمبور بعد مغامرة امبارح ان الحق الطيارة ولا لا. اخيرا لحقت الطيارة الطيارة اتأخرت ساعة، فعرفت سر برود موظفين اير اسيا. وصلت متأخر جدا، يعني وصلت تقريبا الساعة 12 بالليل بتوقيتهم تقريبا. ده اكتر تشيكن اتأخرت فيه، يعني انا عمري ما عملت تشيكن الساعة 1 بالليل مثلا. كانت البلد كلها ساكتة، مكانش فيها اي حد في الشوارع، بس كانت تجربة حلوة. يعني انا جربت القطر ال LRT، تجربة جامدة جدا انك تاخد حاجة من المطار. يعني انت بتخرجش بره المطار، تقطع تيكت ب 55 رينجت، وبياخدك يوصلك لحد السيتي سنتر في كوالالمبور. البلد كلها ناطحات سحاب. دي محطة من المحطات برضو. في كل مكان هتلاقي الاتوبيس. المواصلات هنا سهلة قوي، هتلاقي اتوبيسات جميلة كده، يا اما هتركب ال LRT او المترو او اي حاجة، كلها متوصلة ببعضها. انا عملت شوبينج كده، اشتريت من H&M شرابات كان سعرها قشطة، يعني ب 40 رينجت، حوالي 160 جنيه او 170 جنيه، مش رخيصة قوي. واشتريت شاحن، رحت مول لطيف كده، اشتريت شاحن وميموري كارد، لان انا كان الميموري كارد بتاع الكاميرا اتملى، فما كنتش عارف اسجل. فكان رخيص جدا، كان ارخص من مصر بحوالي 300 400 جنيه. يعني هو انا رايح لها، عارف انت احساس بتناديني يا فرج، بتناديني الشاورما، بتناديني. بقالي شهرين ما اكلتهاش، يعني في بالي ما فيش ولا شاورما ولا اي حاجه. فدي بتفكرني بمصر، بترجعني تاني الشاورما السوري، بترجعني تاني لمصر. السيخ ده كان وحشنا يا جدعان. فدي اول حاجه عملتها، اول حاجه هاكلها في كوالالمبور، الشاورما. لا، والسوريين في اي مكان شاطرين، يعني السوريين في اي مكان الناس دي شاطره. يعني بص، المكان اصلا زحمه، المكان مش فاضي، فهم ما شاء الله عليهم. يعني المطعم ده اسمه دمشق. اي حد يجي كوالالمبور يجي بقى المطعم ده، هيتبسط. يعني سيخ الشاورما شكله يفرح. انا هاكل دلوقتي، ومفروض طالع بقى على باتو كيفز، نبدأ بقى نبدأ الرحلة بتاعتنا. حاجة نضيفة أوي، يعني المترو أو المونوريل بقى عقبالنا كده. المونوريل اللي بيتعمل عندنا اختراع جامد. تيكت ب 10 جنيه، وقاعد يعني على طول فاضي، مش زحمة، بياخدك كل مكان. يعني هو بيعرفك بالظبط انت ممكن تركب ايه منين ويوديك فين. والمحطة الأساسية احنا نازلين KS سنترال، محطة أساسية تحول منها بقى أي حاجة. يعني أنت عايز تروح أي مكان، عايز تركب أتوبيس، عايز تركب LRT، عايز تاخد مواصلة جراب، تاخد تاكسي، راكن عربيتك، كل حاجة. هو جامد. باتو كيفز. اول مكان. لا، المنظر مش عارف هو ايه. انا اول مره اشوف كده في حياتي. اول مكان اروحه في كوالالمبور باتو كيفز، بعد ما اخدت وجبه الشاورما الجميله. ده اشهر معلم تقريبا في باتو كيف، في كوالالمبور، هو باتو كيفز. المكان مش زحمه. السلالم طبعا الشهيره اللي محتاجه صحه، والتمثال بوزة ورانا. اخيرا وصلت. السلالم، عايز اوريكم بس شكل السلالم من فوق. السلالم صعبة اوي،
وكلها قرود بقى، يعني قرود شمالك ويمينك، بس القرود اللي هنا غير القرود اللي في اندونيسيا، غير اللي في بالي. القرود هنا بنت ناس، يعني ما بتعملكش حاجة، هي في حالها وانت في حالك. بس ما اعرفش يعني انا برضو مش متأكد هل القرود دي يعني هي مسالمة ولا ممكن تعمل حاجة. انا عايز اوريكم الشكل ده، الكهف بقى من فوق. هو تقريبا في صالة دلوقتي او في حاجة، صوت الجرس. نو شو هو الحاجة اللي انا لحد دلوقتي برضو مش عارف، هما تقريبا بيصلوا. هو ممنوع ادخل بجزمة، بس مش عارف بقى، انا مش لابس حتى، يعني محدش قال لي البس صارون او اللي هو البتاع اللي بيتلبس ده عشان يخبي الرجل، محدش قال لي حاجة عليه. طبعا الواحد ما يعني موطي صوته، ده مكان بيعبدوا فيه، فده مكان عبادة يعني بالنسبة لهم، فلازم برضو نحترمهم يعني لازم نحترم. انا بحاول اوريكم بيعملوا ايه بالظبط. تقريبا هم كده خلصوا الصلاة بتاعتهم، خلصت. ايوه الفكرة ان عشان كهف، فالمية بتنزل من كل حتة، يعني انا المية عمالة تنزل عليا. دي تقريبا اخر حتة في المعبد بقى. احنا كده في اخر حتة في الكهف. يعني هو كله في اندونيسيا كانوا بيعملوا بالمية، حتى انا رحت مكان بيعملوا بالمية، هنا بالشمع وبالنار، بياخدوا زي ما كان بالنسبة لهم كده، بياخدوا الدخان على وشهم. في اندونيسيا كان الموضوع مختلف شوية، كانوا بناخد المية، يعني انا حتى رحت مكان هولي ووتر، بالنسبة لهم كده مية مبروكة. وهو حتى يعني بيقول لك، يعني حتى هما ناس لطيفة، بيقول لك ايا كان انت دينك ومعتقدك، ادعي لدينك ولربك، اللي هو مش لبوزة يعني. كده انا وصلت كوالالمبور. ما ينفعش تيجي كوالالمبور وما تجيش التوين تاورز، اشهر معلم في كوالالمبور. مهما احكي لكم يعني انتوا، مهما شفت صور، انا شفت صور ليهم كتير، بس هم مش كده، يعني انا مش متخيلهم كده. هم عاليين جدا 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 وضخمين جدا، يعني انت وانت معدي من جنبهم هتحس ان انت مش هتشوف واحد اصلا، يعني انت معدي من جنب واحد، انت هتفتكر هو حاجه واحده. الناس طبعا هنا كلها بتيجي ايه بقى، كله قاعد هنا بيجي يتصور، وسمسرة التصوير كل واحد ماسك له موبايل ويعرض عليك ان انت يوريك صوره. يعني ده هو لسه موريهم، ده هياخد 50 رينجت على صوره، يعني حوالي 220 جنيه مصري. ورى لهم صوره وقال لهم ايه زي الصوره دي ب 50، تدفع 50 رينجت. بس هو المنظر حلو، يعني الناس بتنام، اللي بينام واللي بيقعد، كله عايز يتصور.
بس الجو حر جدا، يعني الرطوبة عالية قوي في كوالالمبور. انا مش عارف في ايه الحقيقة، يعني مش عارف الجو عامل كده ليه. بس اول يوم بالي كانت عاملة الصح معايا، يعني انا مش عارف بقى، انا لسه يعني انا عشان تقريبا اتعودت على بالي، فممكن يكون ده السبب ولا ايه السبب. بس بالي كانت بالنسبة لي مفتقدها، يعني هو يوم واحد بس اللي مفتقدها والله. بس انا يعني قررت ان انا اسافر من كوالا، هتنقل لمدينة تانية، لجزيرة زي بالي كده. بكرة هفاجئكم، هنركب طيارة تاني بعد يومين.